السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هقولك ازاي تعملي الرقاس الأخضر في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيطلع معاكي حاجة كده في منتهى الجمال. وهقولك ازاي تعملي وجبة كاملة متكاملة، وطبعا ازاي تجيبي حاجة اقتصادية وتحطي سفرة كأنك عاملة أكلات كتيرة جدا جدا. وهقولك طبعا هنعمل ايه جنب القلقاس. يا ريت نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة كده طبعا دي جبت فرخة صغيرة، دي فرخة بيضة يا جماعة، مش بلدي بس صغيرة في الحجم خالص. فانت هتحشيها رز بشوية سمنة او بمعلقة زيت، وهتحشيها كده وطبعا تحط لها شوية خضار، جزر وطماطم وفص ثوم وبصل وكده، ومكعب ماجي عشان طبعا تعملي مرقة دسمة. دي قلقاسة كبيرة جبتها طبعا ب7 جنيه، كانت واحدة بس، عملت منها طبعا طبخت وفرست الباقي. هتقشريها بالسكينة كأنك بتقشري بطاطس، وما تغسليش القلقاس نهائي غير وانت رايحة تحطي في المرقة. قشرتها بالسكينة زي ما انتوا شايفين، وهقطعها. انا كنت ماسكة الموبايل بايد واحدة فما كنتش عارفة اعمل قدامكم. دلوقتي انا شطفتها بس على السكينة، وهي مش بتطلع، عشان انت كل ما بتغسلي كتير كل ما بتطلع المادة اللزجة معاكي. هقطعها حلقات زي ما انتوا شايفين، هتقطعي كلها حلقات زي البطاطس، وهتيجي كده على اي حاجة، على جلانشة ولا حاجة، وهتقطعي مكعبات زي ما انتوا شايفين. هقطعها طبعا كلها. طبعا انا هقسمهم نصين، نص هفرزه في الفريزر ونص طبعا هطبخه. هتفرزيها زي ما هي في كيس تلاجة، وهتحطيهم وتعبيهم وتحطيهم في الفريزر. خدت شوية مرقة من الشوربة، وخدت جزء من القلقاس، وطبعا اديني حطيته في الشوربة وهسيبه لحد ما يستوي. هتجيبي طبعا حزمة سلق وحزمة كزبرة زي ما انتوا شايفين، وهتشيلي العيدان اللي في السلق والعيدان اللي في الكزبرة. هتجيبي المخرطة او الكبة اللي معاكي وهتخرطيهم بالشكل ده. انا هقسمهم نصين زي ما انتوا شايفين كده. تمام، لان نص انا هحطه مع المرقة كده، ونص هقولكم هنعمل فيه ايه تاني. طبعا القلقاس قرب يستوي، هنزل طبعا بالنص الفريش كده على القلقاس اهو بالشكل ده، وهقلب واسيبه برضو لحد ما يستوي. هنا معلقه سمنه، عليها طبعا فص ثوم، وعليه قرن فلفل اخضر كده جميل. واما الثوم بتاعي يجي يوصل للدرجه اللون دي، هاخد بقى باقي السلق والكزبره وهفضل احمر فيهم لحد طبعا ما الخضار اللي معايا يعني يدبل كده زي ما انتوا شايفين. هحط شويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه، وهقلبهم برضو تقليبه حلوه كده. وهنزل طبعا اطش القلقاس بتاعي. خلاص كده هم استوى. شايفين طبعا، عايزه اقول لكم كانت الريحه حاجه في منتهى الجمال. وجوزي ما كانش بياكل القلقاس خالص من بعد ما بقيت اعمله له يعني بالطريقه بتاعتي بقى يحبه. عملت طبعا، دي كانت الاكل النهائي. عملت شويه رز بشعريه، وغرفت طبعا القلقاس، وكان شويه القلقاس برضو شايفين يعني قلقاسيه واحده عملت قد ايه. قلت لكم ان انا فرست منها. وممكن كمان الأكلة دي تكفي لو عدد الأسرة. طبعا لسه في الحلة باقي الأكل. وهنا طاجن طبعا قلقاس أحمر، هنزله لكم برضو في فيديو تاني. شايفين طبعا الجمال، والقلقاس دايب دوب في الطاجن. وطبعا الفرخة، وزي ما قلت لكم انا بجيبها فراخ بتبقى في العرض 3 فرخات، مش عارفة على حسب البلد اللي انتوا بتجيبوا منها. ممكن تجيبي فرخة كيلو ونص وكيلو وربع، وتحشيها رز، هتبقى معاكي شكل الفرخة كبير جدا زي ما انتوا شايفين. وشوية سلطة عندك، طماطماية وخيراية كده وتظبطي الدنيا. وطبعا انا المخلل ما بيخلاش من عندي من البيت، اي نوع مخلل بتعمليه في البيت وربنا يحسن ما بين ايديكم، لان في الظروف الصعبة دي اي حاجة لازم تقضي بيها. وبسم الله ما شاء الله الاكل ما تكلفش معايا كتير.